باذن الله نجحتي في الكوتشنج اليوم وبعد لا مازال مساله المقابله، نجحتي في الكوتشنج ومن دخل سجل وكان بيناتكم عناق بعد نهايه المباراه، شنو قلتي له؟ بالطبع فمحسن ياجور من احسن اللاعبين في المغرب، اولا اخلاقيا، فهذا شرف كبير فنشتغل مع هاد اللاعب هادو اللي الحمد لله كما قلت لي ولا رجع صغير لان في اللعب ديالو، فكنتمنى ان شاء الله كنتمنى يكمل ان شاء الله في المسيره ديالو، واليوم كان في مستوى كبير ان شاء الله، فكنعنيه وكنتمنى ليه مسيره موفقه. هذا هو الاخرين على تصمد المباراه فبالطبع فكنظن 23 لاعب، فالحمد لله على حساب لا ليست اللي عندي، فكنظن بانهم لاعبين اللي يقدر اي واحد يدخل في المقابله، غير محسن ياجور في بدايه المقابله هو كما كيقولوا بالدارجه هو كيسخن، حيت سخن مع اللاعبين اللي كانوا غيبداو المقابله، لان عارف غادي يدخل محسن كما بغات تكون النتيجه، فالحمد لله انه توفق وكان في المستوى، وهذا هو ليسونسيال، وان شاء الله نتمنى ان مع نيجيريا يكون احسن ان شاء الله. شنو قلت لهم عن اختي؟ اش غنقول لك؟ قلت ليه راه كنقول لك انت زرق، وراه هادشي علاش سجلتي اصابه. محسن اليوم عريس الليله ربما، لانه الهدف اللي حرر المغاربه انا قلت لك يعني قلبي كان عامل بوز وعملت له بلاي، وكذلك المغاربه كاملين اللي كانوا يشاهدوا المباراه اليوم. صراحه بكل تجرد هي بدايه جديده للمنتخب الوطني. فصراحة فكما قلت يعني كان يعني المستوى ديالنا يعني كيتحسن مباراة من بعد مباراة، فهذا ربما يعني ما كانش عندنا وقت كثير باش نعملوا فيما بيننا، فالان يعني انسجام بدا كيوقع، فان شاء الله كاينين لاعبين في المستوى اللي ربما غادي يقولوا الكلمة ديالهم في المباريات الجاية ان شاء الله، فلما لا ان شاء الله نفرحوا الشعب المغربي صراحة اللي محتاج لهذه الفرحة هذه ان شاء الله. ما عندكش حزازيات مع السي بن عبيشه، جلوس على بنك البدلاء، دخول كاساسي، كل شيء يعني كل مكونات المنتخب الحاضره اليوم في كيب تاون مؤهله انها تدخل تلعب 90 دقيقه او حتى 10 دقائق او حتى 15 دقيقه. فمحسن ياجور ما عندوش مشكل مع حسن بن، فاولا محسن ياجور كيحترم يعني بن كلاعب، كان لاعب كبير، وثانيا يحسن لي الشرف انني يعني لاعب تحت الظل ديال هذا المدرب هذا، فيعني كيعرف كيفاش يوضع الثقه في اللاعبين، والحمد لله قبل ما ندخل المباراه يعني حمسني اكثر، والحمد لله كانت النتيجه، ونتمنى نحققوا نتيجه ان شاء الله مع هذا المدرب صراحه اللي صراحه كان لاعب كبير، ونتمنى ويعني ومدرب كبير ان شاء الله.